الناس بل أيتها الدنيا كلها، لن ينسى التاريخ أبدا أبطال مصر الذين ردوا الحملة الصليبية التي قادها ملك فرنسا واستولى على دمياط، فكمن له الأبطال في مصر وأذاقوه سوء العذاب وأبادوا جيشه وكانوا عشرات الآلاف. ثم أخذوا هذا القائد الفرنسي وحبسوه في دار تسمى دار ابن لقمان في المنصورة، ووضعوا القيود في رجليه ويديه ووكلوا به حارسا يسمى صبيح، ثم فدى نفسه بأموال كثيرة عظيمة فأطلق. ثم لما وصل إلى بلده حدثته نفسه أن يعود مرة أخرى لغزو مصر، وجعل يجند الجند لذلك، فأرسل إليه جمال الدين بن مطروح قصيدة يقول فيها: قل للفرنسيس إذا جئته مقال صدق من قؤول فصيح، أتيت مصر تبتغي ملكها تحسب أن الزمر يا طبل ريح، وكل أصحابك أودعتهم بحسن تدبيرك بطن الضريح، وفقك الله لأمثالها لعل عيسى منكم يستريح، آجرك الله على ما جرى من قتل عباد يسوع المسيح، آجرك الله على ما جرى من قتل عباد يسوع المسيح، فساقك الحين إلى أدهم ضاق به عن ناظريك الفسيح، 50,000 لا ترى منهم إلا قتيلا أو أسيرا جريح، وقل لهم إن أضمروا عودة لأخذ ثأر أو لقصد صحيح، دار ابن لقمان على حالها والقيد باق والطوشي صبيح. فلما وصلت القصيدة إليه فزع واضطرب وعدل عن غزو مصر. ومن المصريين الأبطال سلطان المماليك قطز سلطان، وهو الذي قاد معركة عين جالوت. ومن المصريين الأبطال ضباط وجنود شاركوا في